تخيل إن في ناس عرفت تنطق لغة شعب عاش من آلاف السنين من غير ولا تسجيل صوتي واحد. لو الكلام ده شدك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان المحتوى ده يوصل لناس أكتر. الفكرة تبدأ من سؤال بسيط لكن إجابته معقدة. أزئي نقرأ وننطق لغة الفراعنة مع إن محدش سمعهم وهم بيتكلمون، واللي ناس كتير ما تعرفوش إن العلماء ما قالوش عمرهم إن النطق اللي بنسمعه دلوقتي هو الحقيقي 100%، لكن قالوا إن ده أقرب نطق ممكن نوصل له بالعلم والمنطق والبحث. واللي حصل ورا الموضوع ده رحلة طويلة جدا بدأت بحجر صغير لكنه كان مفتاح لغة كاملة. القصة كلها تقريبا بتتمحور حوالين حجر رشيد. الحجر ده أطلق في مصر وكان مكتوب عليه نفس النص ب3 كتابات مختلفة: الهيروغليفية والديموطيقية واليوناني. والميزة هنا إن اللغة اليونانية كانت مفهومة تماما، فالعلماء استخدموها كمفتاح لفهم اللغتين الثانيين، وبدأوا يلاحظوا إن في رموز بتتكرر في نفس الأماكن، فاستنتجوا إن الرموز دي بتمثل أسماء أشخاص أو ملوك. ودهم كان أول خيط حقيقي في فك الشفرة. بعد سنين من المقارنة والتحليل بدأ يتأكد إن الهيروغليفية مش مجرد رسومات، لكنها نظام لغوي كامل فيه رموز بتمثل أصوات ورموز بتمثل كلمات كاملة ورموز ليها معنى توضيحي. بس المشكلة كانت إن الرموز دي بتقول كالكلمة كتبت أزئي لكن مش بتقول أنطقت أزئي. وهنا دخل عنصر جديد غير كل الحسابات. العنصر ده هو اللغة القبطية. والقبطية تعتبر آخر مرحلة من تطور اللغة المصرية القديمة، واللي يميزها إنها كانت بتتكتب بحروف يونانية تقريبا وصوتها معروف ومتوثق، فاللغويين استخدموها كحلقة وصل. يعني لما يلقوا كلمة فرعونية قديمة ويلقوا كلمة شبهها في القبطية بنفس المعنى يقدر يستنتج النطق التقريبي للكلمة القديمة، وده كان إنجاز ضخم جدا. ومع الوقت يكون عند العلماء قاموس كامل تقريبا للأصوات المصرية القديمة. بس لازم نفهم نقطة مهمة: المصريين القدماء في كتابتهم ما كانوش بيكتب الحركات زي الفتحة والضمة والكسرة، فالكلمة كانت بتتكتب بالصوانت بس، وده يخلي النطق محتاج اجتهاد علمي مبني على المقارنة مش السماع. وعلشان كده تلاقي نطق أكتر من اسم ملك بطريقة مختلفة شوية، لكن كلها قريبة من بعض. ومن هنا بدأ يظهر مفهوم اسمه النطق الاصطلاحي، يعني نطق متفق عليه بين العلماء علشان يسهل الدراسة والتعليم، مش علشان يقولوا إن ده النطق الأصلي 100%. فمثلا اسم رامسيس اللي ناس كتير بتقوله رمسيس هو في الأصل طريقة حديثة علشان ننطق الاسم اللي أتكتب بالصوامت بس. كمان العلماء استخدموا لغات تونية قريبة زي العبرية وبعض اللغات السامية لأن في تشابه في النظام الصوتي، وده ساعدهم يتوقعوا شكل الحركات اللي كانت ممكن تكون موجودة، وبدأوا يركبوا الصورة الكاملة حتة حتة. ومع كل اكتشاف جديد كانت النطق تتحسن وتبقى أدق. ومع التقدم في علم اللغويات التاريخية بقي في قواعد معروفة لتطور الأصوات عبر الزمن، يعني صوت معين في لغة قديمة غالبا بيتحول لصوت معين في لغة أحدث، وده خلى العلماء يرجعوا بالزمن لغويا ويبنوا نطق منطقي ومتسق مش عشوائي ولا تمثيلي. اللي مهم تعرفه إن محدش ادعى إنه سمع صوت فرعوني حقيقي، لكن اللي حصل إن العلم قدر يقرب جدا من الطريقة اللي كانوا بيتكلمون بيها، ودهم إنجاز ضخم لأننا بنتعامل مع حضارة عمرها آلاف السنين، وكل ده حصل من غير ميكروفون واحد. وعلشان كده لما تسمع دلوقتي حد بيتكلم مصري قديم في فيلم أو وثائقي، اعرف إن ورا الصوت ده تاريخ طويل من البحث والمقارنة والدراسة، مش مجرد خيال أو اجتهاد فردي، ودي اللي بيخلي الموضوع مبهر فعلا. وفي النهاية اللغة مش مجرد كلمات، دي ذاكرة شعب كامل، والعلم قدر يفتح الذاكرة دي من جديد. ولو حاب تعرف أكتر عن أسرار الحضارة المصرية القديمة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. بعد ما العلماء قدروا يقروا النصوص المصرية القديمة ويقربوا لنطق منطقي، بدأ يظهر سؤال أخطر: هل اللغة دي كانت واحدة ولا أتغيرت مع الزمن؟ والإجابة إن اللغة المصرية نفسها عدت بمراحل كتير جدا، وكل مرحلة كان ليها نطق مختلف شوية، وده مهم علاش نفهم ليه مفيش نطق واحد ثابت بنسمعه دلوقتي.
اللغة المصرية القديمة بدأت بما يسمى المصرية المبكرة وبعدها المصرية الوسطى واللي يتبيها أغلب النصوص الدينية المهمة وبعدها المصرية المتأخرة ثم الديموطيقية وفي الآخر القبطية وكل مرحلة كانت زي نسخة مطورة من اللي قبلها فالصوت اللي كان موجود من 2000 سنة قبل الميلاد مش هو نفسه اللي ينطق بعده ب1000 سنة وده طبيعي في أي لغة. العلماء لما بيحاولوا ينطقوا كلمة فرعونية لازم الأول يحددوا الكلمة دي من أنهي عصر لأن نفس الكلمة ممكن تكون اتنطقت بشكل مختلف حسب الزمن وعلشان كده النطق اللي بنسمعه في الوثائقيات غالبا بيكون مبنية على المصرية الوسطى لأنها كانت اللغة الرسمية والعلمية لفترة طويلة. كمان في حاجة مهمة وهي إن الهيروغليفية نفسها ما كانتش دايما بتمثل الكلام المنطوق بالحرف، كانت أحيانا لغة رسمية مقدسة مختلفة شوية عن كلام الناس العادي زي الفرق بين الفصحى والعامية وده معناه إن النطق اللي العلماء وصلوا له هو أقرب للغة الرسمية مش بالضرورة كلام الشارع في مصر القديمة. ومع تطور التكنولوجيا الحديثة دخل الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في التحليل اللغوي وبدأوا يجمعوا آلاف الكلمات والنصوص ويقارنوا بينها ويشوفوا الأنماط الصوتية المتكررة وده ساعد في تحسين النطق المقترح وخلاه أكثر اتساقا وأقل اعتمادا على الاجتهاد الفردي. وفي السنوات الأخيرة ظهرت تسجيلات علمية معمولة في الجامعات لنطق نصوص كاملة بالمصري القديم اعتمادا على أحدث الأبحاث واللي بيسمعها يحس أن اللغة مش غريبة ولا معقدة، بالعكس فيها سلاسة وقرب من لغات كتير موجودة لحد دلوقتي وده يثبت أن اللغة دي كانت حية وطبيعية مش رموز جامدة. لكن بردة لازم نكون واضحين، أي حد يقول إنه عارف النطق الحقيقي 100% بيبالغ. العلم هنا بيشتغل بنسبة احتمال عالية مش يقين كامل وده شيء طبيعي لأن مفيش لغة قديمة نطقها وصل لنا كامل من غير تسجيل صوتي. ورغم كده اللي حصل يعتبر معجزة علمية إن لغة انقطعت آلاف السنين رجعت تتقري وتتقال وتتدرس ودي فتح باب لفهم أعمق للنصوص الدينية والتاريخية اللي كانت قبل كده مجرد رموز صامتة. والأهم من كل ده إن اللغة خلتنا نفهم طريقة تفكير المصري القديم مش بس كلامه، لأن اللغة دائما مرآة العقل ولما تقرأ جملة اتكتبت من آلاف السنين وتحس إن معناها واضح وقريب ده إحساس مدهش. في المرحلة دي بقي مهم إننا نقرب الموضوع أكثر للواقع ونسأل العلماء عملوا إيه بالضبط علشان ينطقوا كلمات حقيقية مش نظريات عامة، وعلشان كده بدأوا يختاروا كلمات بسيطة ومتكررة في النصوص زي أسماء الآلهة والملوك والحاجات اليومية لأن التكرار بيخلي المقارنة أدق والنطق أقرب. مثلا أسماء الآلهة زيرع وأوزير وإيزد كانت بتظهر في آلاف النصوص وبأشكال كتابة مختلفة شوية، فالعلماء جمعوا كل الأشكال دي وحاولوا يشوفوا إيه المشترك بينها وبمقارنتها بالكلمات القبطية اللي ليها نفس المعنى قدروا يحددوا الأصوات الأساسية وركبوا عليها حركات محتملة. نفس الكلام حصل مع أسماء الملوك، أسماء زيخع فرع ومنخفرع ورع مسسوي كانت معروفة كمعنى وما كانت فتمت مقارنتها بالأسماء اللي وصلت لليونان والرومان لأنهم كتب الأسماء دي بلغتهم ودي حفظ لنا جزء من النطق القديم بشكل غير مباشر. ومن هنا نقدر نفهم ليه اسم زي رمسيس أتنقل بأكثر من شكل لأن كل حضارة كانت بتسمعه وتنقله على حسب نظامها الصوتي، لكن لما تجمع كل النسخ دي مع بعض تقدر تشوف الصورة الأقرب للأصل وده أسلوب علمي معروف اسمه إعادة البناء اللغوي. كمان في كلمات حياتية بسيطة زي بيت وماء وشمس، الكلمات دي كانت ليها مقابل واضح في القبطية ولما تقارنت ببعضها اتضح إن في استمرارية صوتية عبر آلاف السنين وده دليل قوي إن النطق اللي تقترح مش عشوائي لكنه نابع من تطور طبيعي للغة. والنقطة لناس كتير متعرفهاش إن العلماء ما بينطقوش اللغة المصرية القديمة بنفس الطريقة في كل مكان، في نطق أكاديمي متفق عليه للدراسة وفي نطق تاني أقرب للعرض السمعي في الأفلام والوثائقيات علشان يكون سهل على الأذن وده يخلي بعض الناس تفتكر إن في تناقض وهو في الحقيقة اختلاف استخدام.
ومع دخول التكنولوجيا الحديثة بقي في برامج بتعمل محاكاة صوتية اعتمادا على شكل الجهاز الصوتي البشري وقواعد النطق، وده ساعد يطلع أصوات أقرب للواقع، خصوصا في الحروف اللي مش موجودة في لغاتنا الحديثة، وده فتح باب جديد لفهم أعمق للصوت نفسه مش بس الكلمة. واللي يخلي الموضوع مدهش أكتر إن في باحثين مصريين دلوقتي بيشتغلوا على إعادة إحياء النطق المصري القديم بشكل علمي مش